أما المدرب البديل لورينتو أوليان ريجي كامب فالبديل المحتمل لسامي الجابر من هو؟ معين السواري. يبحث في مشواره كمدرب عن نجاح ربما لم يقنعه كثيرا عندما كان لاعبا. الانتقال من داخل الملعب إلى خارجه بالنسبة لأورينتي أورليان ريجي كامب يعد بمثابة الانتقال إلى خانة النجاح الأهم في حياته. لورينتي ولد في 19 من سبتمبر عام 75 بمدينة تيرغوفيشتا التي تبعد عن العاصمة بوخارست قرابة 80 كيلومترا. مسيرته بدأها مع فريق مدينته تشينديا. 3 أعوام فقط كانت كافية له للانتقال إلى العاصمة منضما لفريقها الشهير ستيوا. شارك الفريق أفراحه بإحراز لقب الدوري مرتين قبل أن ينتقل معارا إلى ليتكس لوفيتش البلغاري. استمر لاعب الوسط في التنقل حاطا رحاله في ألمانيا وتحديدا إنرجي كوتفوس ومن ثم ألمانيا آخن قبل أن يختتم مسيرته كلاعب مع كايزر سلاوترون. استدعي مرة واحدة لتمثيل منتخب بلاده، لكنه في 35 من عمره أراد البحث عن أهم إنجازاته بالتحول إلى عالم التدريب. تجربته كمدرب لم يغادر فيها الأراضي الرومانية، بدأها مع غلوريا لكنه بعد ذلك حقق أول نجاحاته بإنقاذ فريق يونيفرسيتاتيا كرايوفا من الهبوط في مهمة مؤقتة. مشواره التالي مع سناغوف استمر ل6 أشهر فقط قبل أن يعزل بسبب سوء نتائج الفريق. انتقل لورينتي إلى كونكورديا ومع هذا الفريق قدم نفسه كمدرب ناجح. 16 مباراة حقق فيها 11 انتصارا ليصبح في دائرة اهتمام متصدر البطولة المحلية نادي العاصمة ستيوا. بعد أن غادر لورينتي النادي كلاعب، ها هو هذه المرة يعود إليه كمدرب. أكثر من 100 مباراة قاد فيها الفريق، حقق نسبة نجاح وصلت ل 63%. ومشواره الأوروبي مع الفريق أنهاه متذيلا ترتيب فرق مجموعته التي ضمت تشيلسي وشالكا وبازل، ولكنه محليا حقق ما انتظره عشاق الفريق بعد أن أكمل الموسم الماضي مع المتصدر محرزا لقب الدوري. ولمن شكك في قدراته على قيادة الفريق نحو الألقاب في مشوار البطولة بأكملها، استطاع في الموسم الحالي الاحتفاظ باللقب محققا أحد أهم إنجازاته حتى الآن والتي وضعته في دائرة الاهتمام. معين السواري، العربية.